البوابات النجمية. شنو هي البوابات النجمية؟ وشنو هو الدليل على وجودها؟ شنو رأيكم إذا قلت لكم إنه عالمنا هذا هو جزء من عوالم أخرى ما نعرفها؟ هذا مو خيال علمي أو سينمائي، إحنا دا نحكي على نظريات وضعها أكبر العلماء وحيرتهم تماما. نحكي على أكبر جدل علمي وهو البوابات النجمية، وهذا الموضوع مو وليد الصدفة أو من مخيلة كاتب، لا بل هو متأصل من العصور القديمة جدا. البوابات النجمية هي فجوة أو بوابة بين عالمين مختلفين، وهاي البوابات تسمح بالانتقال من مكان لمكان ومن زمان لزمان ثاني مهما كان هذا المكان بعيد وبوقت قصير جدا. مصطلح البوابات النجمية ظهر بقوة في سلسلة أفلام الخيال العلمي سنة 1994. طريقة تكونها تعتمد على نظرية فيزيائية لأينشتاين اللي تقول إن الثقوب الدودية هي اللي تؤدي إلى تكون بوابة نجمية نتيجة انهيار نجم أو تداخل بين القوة المغناطيسية للأرض والشمس بالفضاء. بعد ما عرفنا شنو هي البوابات النجمية بطريقة بسيطة ومختصرة، تريد تعرف وين موجودة؟ وشنو هو الدليل؟ من الصعب تحديد مكانها وين بالضبط بسبب عدم استقرارها، ومثلث برمودا الغامض هو أكبر هاي البوابات على الأرض. علماء الآثار قدروا يحددون أماكن هاي المخطوطات الأثرية اللي تركها القدماء من البوابات عن طريق النقوش. وأما أماكن وجودها فهي: أولا البوابات النجمية السومرية بالعراق. 2 البوابات النجمية بالأهرامات الفرعونية بمصر. 3 البوابات النجمية بسريلانكا. 4 البوابات النجمية بأمريكا الجنوبية. 5 البوابات النجمية بأمريكا الشمالية. أول موقع هو أرض الفرات في العراق، واللي علماء الآثار لقوا ألواح طينية واحدة منها تعرض إله سومري يعبر إلى عالمنا من خلال بوابة هي حلقة الوصل بين عالمنا وعالمه، ويحيط هذا الإله من الجانبين أعمدة مياه. مخطوطات سومرية ثانية معروفة باسم نينورتا تظهر بها دلالات عن البوابات النجمية. المؤرخين والباحثين لاحظوا أنه الشخص المرسوم بالمخطوطة يلبس ساعة إيد حديثة. معقولة يكون هذا المسافر من عصرنا هذا؟ حسب ما يقولون العلماء أنه هذا الشخص هو الإله نين أورت اللي كان يحرس البوابة النجمية الموجودة بزقورة أور الموجودة بالناصرية، وكان يستخدم الساعة لفتح البوابة. حتى الكهنة ينتقلون عن طريقها إلى كويكب نيبيرو. وبغداد بالعشرينات كان أكو علماء ألمان لقوا شيء بس ما صرحوا عنه ودفنوه وتكتموا عن الموضوع. بس بعد هزيمة النازيين خبروا الأمريكان اللي انتظروا إلى سنة 2003 حتى يدخلون لبغداد، وصارت المعركة ودخلوا الأمريكان للعراق، ومجموعة من القوات الأمريكية توجهت لزقورة أور لحمايتها اللي اعتقدوا البوابة النجمية موجودة جواها. بس شنو صار وليش تركوها؟ يبقى هذا السر مثل باقي الأسرار والغموض اللي يحاط بالعراق وأرضه من قديم الزمان وحتى قبل خلق آدم عليه السلام. بالنهاية أحب أذكر قوله تعالى في سورة النمل: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن إنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب إنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إلى نهاية الآية. وهاي الآيتين تعتبر أكبر دليل على إمكانية السفر عبر الزمن من خلال هاي البوابات، والله أعلم. ولهنا خلصت قصتنا عن البوابات النجمية. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. نقول لكم دمتم في أمان الله وإلى لقاء قريب.